تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضرب النادي الأهلي موعدا مع صن داونز الجنوب أفريقي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتخطى الأهلي عقبة الهلال السوداني مساء أمس بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0، في حين فاز صن داونز على فريق الترجي التونسي في الذهاب في فيكتوريا بنتيجة 1-0، وتعادل في إياب ربع النهائي دون أهداف. ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع صن داونز في الدور نصف النهائي أحد يوم 18 أو 19 إبريل الجاري في فيكتوريا، على أن تكون مباراة العودة في يوم 25 أو 26 من نفس الشهر في القاهرة. وبشكل عام لعب الأهلي مع صن داونز 16 مرة قبل هذا الدور، انتصر الأهلي في 5 وتلقى 5 هزائم وتعادل في 6 لقاءات، وأحرز لاعبي الأهلي 19 هدفا واستقبلت الشباك الحمراء 20 هدفا. ولكن قبل مباراتي الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي سنعرف تاريخ مواجهات الفريقين منذ أول مباراة بينهما عام 2001 وحتى الدور الإفريقي في الموسم الماضي. 1. نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001 الذهاب 1-1 والإياب 3-0. 2. دور الستاشر لدوري أبطال أفريقيا 2007 الذهاب 2-2 والإياب 2-0 للأهلي. ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 الذهاب خسارة الأهلي 5-0 والإياب فوز الأهلي 1-0. ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 الذهاب فاز الأهلي 2-0 والإياب 1-1. ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 الذهاب فوز الأهلي 2-0 والإياب 1-1. مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022 الذهاب والإياب خسر الأهلي بنتيجة 1-0. مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023 الذهاب تعادل 2-2 والإياب خسر الأهلي 5-2. نصف نهائي الدوري الأفريقي 2024 الذهاب خسر الأهلي 1-0 والإياب تعادل 1-1. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت ما تنساش تصلي على النبي والاشتراك في القناة واللايك الجميل.